الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. مكملين معاكم سلسلة الأبراج المحيرة، والحلقات اللي فاتت حكينا عن صفات المولودين بين برجين. النهاردة هنتكلم عن برج محير الناس، هو الميزان عقرب. والناس دول بيتولدوا يوم 20 21 و22 من شهر أكتوبر. وطبعا اتفقنا ان الناس دول بيكون صفاتهم مميزة جدا وبيكونوا مختلفين عن كل الناس. النهاردة معانا حلقة غير عادية، برج محير يا محير ناس معاه، تركيبة حقيقي نادرة، وهو برج الميزان عقرب. دول يا جماعة ناس مختلفة ومثيرة للجدل، يا تحبهم قوي يا تكرههم قوي. تعالوا نشوف كده عاملين ازاي. ها، جاهزين؟ يلا بينا. الحلقة اللي فاتت قلنا صفات البرنس اللي هو برج الميزان، برج الشباب الدائم والجمال، ملك الدبلوماسية والمفاوضات، متقلب المزاج ومتردد جدا، عاشق الرفاهية والجمال وبيدور على الجمال في كل حاجة حواليه. أما بقى برج العقرب فخلي بالك وحاسب لا تتكهرب. برج العقرب هو أقوى شخصية في الأبراج كلها، والله زي ما بقولك كده، عاطفي جدا بس عواطفه ما تغلبش عقله اللي يوزن بلد، مجتهد لأبعد الحدود، انتقامي وما يسيبش حقه أبدا، ولو أذيته هيخلص عليك لأن انتقامه حقيقي رهيب، خاف منه. بيحب السيطرة وغيور جدا على حبيبه، جذاب لدرجة ما يتصدقهاش عقلك، خصوصا من الناحية الجنسية، كان راجل كان أو ست. نيجي بقى لعيوب البرجين. بالنسبة بقى للبرنس برج الميزان فده ملك التردد، يتعب ويزهق كل اللي حواليه من كتر ما بياخد القرار في 100 سنة. كمان هو جدع زيادة، ممكن ينسى نفسه ويضحي كتير عشان حبايبه، وده بيخلي الناس تطمع فيه للأسف ويستغلوه سوء استغلال. ما يعرفش يقول لأ لحد، وعمره ما قفل بابه في وش حد. بيخاف جدا من المواجهة وما يعرفش يحل مشاكله ويهرب منها دايما، وده الحل الوحيد بالنسبة له. ملوش خالص في حوار العتاب واللوم، يعني لما يزهق منك ويجيب آخره بعد ما يصبر عليك صبر الحملان بيسكت، وسكوته ده هيقتلك. أما برج العقرب فهو ملك السيطرة لدرجة التسلط، غيرته شديدة جدا، غامض وصامت، حقيقي مرعب، مش هيسيب اللي أذاه إلا لما يخلص عليه، زيه زي العقرب الحقيقي. أحيانا بيستغل جاذبيته وذكائه الفظيع ده في التلاعب، وياما خدع ودوب قلوب. بعد ما عرفنا صفات البرجين، تعالوا بقى نشوف الميكس بينهم هيكون عامل ازاي. اكيد هيبقى شخص لا يقاوم زي مواليد الميزان، وجذاب زي العقرب، بيعشق الجمال زي المغناطيس، صعب جدا انك تقاومه، ذكي ذكاء حاد، بيتكلم كويس جدا، غامض ومرعب، بيعرف ياخد حقه كويس، مبدع ومتفاني برضه في شغله، متألق قوي، مثقف ومطلع، بيحب يعرف كل حاجة بتدور حواليه، حنين جدا، رومانسي مع اللي بيحبهم، وشرير جدا مع اللي يأذيه، ومحدش يعرف يغلبه خصوصا في الكلام. وخلي بالك هو انفعالي بس مش عصبي، وفي فرق كبير جدا بين الاتنين. يعني حقيقي لو تعرف حد برج محير ميزان عقرب لازم تعرف انك معاك جوهرة نادرة،
أو كأنه كده حجر كريم مفيش زيه كتير، ومهم جدا إنك تعرف قيمته وتحافظ عليه، لأنه فعلا ميكس مميز جدا ونادر، وحقيقي شخصيته مش حدش بيعرف يقاومها. نيجي للكواكب الحاكمة. فبالنسبة للميزان فكوكبه قلنا قبل كده إنه هو كوكب الزهرة، كوكب الجمال والحب. عشان كده صاحبنا جميل وبيعشق الجمال والرومانسية، وأنيق جدا وبيواكب الموضة. أما برج العقرب فده حوار تاني خالص، عشان في كوكبين تقال بيحكموه مش كوكب واحد، كوكب المريخ كوكب الحرب والعنف والاندفاع، وكوكب بلوتو كوكب الغموض والسيطرة والهدم والبناء. فمعنى كده ان صاحبنا بيأثر فيه كوكبين مرة واحدة. عرفتوا ليه انه ملوش زي كده بقى؟ مولود المحير الميزان عقرب بيحكموا 3 كواكب، عشان كده قلتلكوا ده عملة نادرة. اما باقي العناصر فزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، برج الميزان عنصره هوائي، وده بيخليه ذكي وبيعرف يتكلم ويتفاوض وخفيف واسلوبه فيه عزوبة، وطبعا زي باقي الابراج الهوائية متقلب المزاج. اما العقرب فعنصره مائي، والابراج المائية عاطفية جدا وغامضة. كده احنا خلصنا كلام عن البرج المحير بتاع النهاردة، والحلقة الجاية هنكمل معاكم باقي سلسلة الابراج المحيرة، ونتكلم برضو عن برج تاني محير الناس معاه ونحلل شخصيته. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في حلقات. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.